إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهول وأطفالها يقيم الكهول وأطفالها يقيم الكهول وأطفالها ترى النفس ما عملت محضرا ولو ذرة كان مثقالها يحاسبها ملك قادر. سأل واحد سؤال قال يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال؟ السؤال عادي. فقال الرجل الذي ملأ قلبه بصيرة الدين والإيمان وتعلم من منه؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف جاب العلامات اللي إذا حصلت خرج الدجال. شوف يقول الإمام علي بقرأ لك علامة علامة وانت اسأل طلعت ولا ما طلعت. هذه تروى عن الإمام علي وأكيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام علي اعقد بيدك واحفظ ما أقول لك. إذا أمات الناس الصلوات وأضاعوا الأمانات وكان الحكم ضعفا والظلم فخرا وأمراؤهم فجرة ووزراؤهم خونة وأعوانهم ظلمة وقراؤهم فسقة وظهر الجور يعني الظلم وفشى الزنا وظهر الربا وقطعت الأرحام واتخذت القينات يعني طلعت المغنيات وشربت الخمور ونقضت العهود وضيعت العتمات صلاة الليل وتوانى الناس في صلاة الجماعات وزخرفوا المساجد وحلوا المصاحف وقولوا المنابر وأكلوا الربا وأخذوا الرشا واستعملوا السفهاء واستخفوا بالدماء وباعوا الدين بالدنيا واتجرت المرأة مع زوجها حرصا على الدنيا وركبت النساء على المياثر مراكب الفخمة وتشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء وكان السلام بينهم على المعرفة وشهد شاهد من قبل أن يستشهد وحلف من قبل أن يستحلف ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب وكانت قلوبهم أمر من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل وسرائرهم أنتن من الجيف والتمس الفقه لغير الدين وعرف المنكر وأنكر المعروف. إذا حصل ذلك
فالنجاة النجاة، يعني دور على النجاة. فالنجاة النجاة، والوحى الوحى، والثبات الثبات. صدق الإمام علي. أكثر ما ذكر نشوف اليوم بعيوننا. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا. سيأتي زمان على أمتي تمات فيه الصلوات، إما بعدم الخشوع أو بالسرعة، أو يقول لك والله عمل عبادة. ويشرف فيه البنيان، حدث. ويكثر فيه الحلف، حدث. العالم السؤال كده، والله والله تالله بالله. صحيح. والتلاعن، يعني الناس عن بعضها. موجود. طبيعي، هذه موضة طبيعي. ويفشو فيه الرشا والزنا. سلم يا رب. ينتشر فيه. وتباع الآخرة بالدنيا. فإذا رأيت ذلك فالنجا النجا. قيل وكيف النجا يا رسول الله؟ قال كن حلسا من أحلاس بيتك، خليك كأنك سجادة، قطعة عصير وسجادة قديمة من الله سبحان الله، وكف لسانك ويدك حتى يأتيك الموت. وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئة. إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع أقوام أخلاقهم ودينهم بعرض من عرض الدنيا. سلم يا رب. حدث. أنا لا أريد تعليق ولا سبحان الله. يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه بصيرة، يعني بصير بالبصيرة، مش بصير يعني مبصر، لا بصير يعني بصير القلب يعني. نعم. بصيرة. ويمسي وما يبصر شعره، لا يرى الحق، يظلم ويخون ويأخذ الأمانات الناس ويضيعها ويمنع الميراث، يعني مسألة أسرع ظلم. إذا كنت في قوم، الرسول صلى الله عليه وسلم 20 رجلا أو أقل أو أكثر، الرسول بيقول، وتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب الله عز وجل، فاعلم أن الأمر قد حضر. الساعة أيوة خلاص الساعة حان حينه. يعني مثلا إيه 1000 شاب ما شاء الله، شباب الصحوة أو مش الصحوة، شباب من الأمل الأمة، وبعدين مع راقصة رايحين يمين وشمال. وقال 20. لا 20 أكثر، أقل 20,000 الاستاد. فيظهر شرار أمتي على خيارهم حتى يستخفي منهم المؤمن كما يستخفي المنافق فينا اليوم. الله. المدينة كان فيها كم منافق؟ 17. صحيح. عبد الله بن أبي وما كان أحد يعرفهم، وسمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وحذيفة بس. نعم. فدول بيستخفوا، يعني لا عمر يعرفهم ولا أبو بكر ولا عثمان. حتى عمر سأل عن اسمه بالضبط كده. يعني. المؤمن يختفي الآن. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، كما كان المنافق يختفي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. حدث أمام يحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى